متبقي على نهاية العالم بالظبط 89 ثانية. ده بالنسبة لساعة الهلاك لعلماء الذرة. علماء الذرة دول اتجمعوا مع بعض بعد أحداث الحرب العالمية الثانية لما أمريكا رمت القنبلة النووية على اليابان، وقالوا أوكي إحنا يعني بعد ما عملنا المصيبة دي أكيد في أي يوم من الأيام العالم هينتهي باستخدام الأسلحة اللي إحنا ساعدنا في عملها. ومن هنا اتولدت الفكرة بتاعت ساعة الهلاك. هي مش ساعة فعلا، بل هي معنى أكتر، اللي هو بص إحنا كبشر بهدلنا الدنيا إزاي، فغالبا إحنا اللي هننهي العالم بنفسنا. ومع مرور السنين أسباب تانية بدأت تضاف للسيناريوهات اللي ممكن تؤدي إلى هلاك البشر. تغير المناخ، المشاكل السياسية بين الدول، نيزك ممكن يجي، التطور الغريب للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، استخدام الأسلحة الكيميائية ملناش دعوة بدي، مش هنتكلم عليها تاني. وببداية السنة دي 2025 العقرب قرب أكتر لنهاية العالم، وده أقل وقت تسجل على الساعة دي في تاريخها، 89 ثانية. بالنسبة لي صراحة مفيش حد عارف العالم فعلا هينتهي امتى، وانت برضو ممكن تقول ان المجازين بتاعت الاتوميك بوم وساعة الهلاك دومزداي كلوك دول ممكن بتطلع التصريحات دي كل شوية عشان بس تجيب عيون اكتر عليها. بس كل الاحوال انت قول لي، هل نهاية العالم فعلا قربت؟ وهل فعلا البشر هيكونوا السبب في ان هم ينهوا العالم بايديهم؟